النهارده احنا هنروح الجيم وهاخدكم معايا في تمرينه. هي تمرينه غريبه شويه بس هنشوفها مع بعض. ليه اللي ما يعرفش، انا بتمرن باور ليفت، بس ده ما كانش بدايتي. في بدايتي الاول كنت بتمرن عادي بطريقه بادي بيلدينج، تمرين بوصل للفيلير وكده. جاي من بادي بيلدينج ودخلت على الباور ليفتنج، فهتلاقي ان طريقه تمرين شويه بيعتمد ان انا بحط الثلاث رفعات الاساسيه عندي اللي هم البنش والسكوات والديد ليفت في الاول، والباقي بيبقى تمارين بادي بيلدينج، لان ده فعلا انا بحبه وفي نفس الوقت عشان احافظ على جسمي. هي التمرينه بتاعتي هتبقى غريبه النهارده شويه. عندي سكوات كده كده في الاول، سكوات تقيل لان انا عندي يوم تاني بلعب فيه سكوات خفيف، وعندي يوم دراع 4 اشكال شكل سكوات و4 اشكال دراع. خلينا نروح على الجيم ونشوف هنعمل ايه هناك. وصلنا، خلينا نطلع على الجيم. طيب زي ما قلنا عندنا سكوات ودراع، شكلين باي وشكلين تراي. خلينا الاول نسخن الكتف، نسخن دايناميك عموما للكتف والرجل. دلوقتي بقى طلع ترند كده ان التسخين ده مش احسن حاجه، وطريقه التسخين دي ادمت، بس الكلام ده مش صح. تسخين المفاصل هو اهم حاجه في التمرين، وطبعا لازم تسخن على التمرين نفسه او تسخن بالحركه اللي انت تعملها، بس ده ما يمنعش ان دي مهمه برضه. اترك قليلا جموع الناس كلهم، وقف بباب الذي سوى لك القدرا. قد يعجز الناس أن يؤتوك أصغرها، والله يؤتيك ما تدعو ولو كبرا. على طول بيبقى عندي يومين، يومين سكوات ويومين بنش ويومين ديد ليفت. النهارده عندي يوم السكوات اللي هو التقيل، بيبقى عندي على طول يوم خفيف ويوم تقيل. النهارده عندي سكوات تقيل ان شاء الله، تارجت ان اوصل 70 و70 في كل ناحيه، ودي هي اخر اسبوع قبل الدرود وقبل ما اكسر. على طول بحب اعمل اسبوع بيبقى تقيل، اسبوع درود، وبعد كده اسبوع بكسر او اتقل وزن في السايكل قبل الدرود، بعد كده نحاول نكسر ب 75 و75. طيب انا عندي ان شاء الله 4 تسخينات. سخنا اول واحده بالوزن فاضي، تاني واحده هتبقى ب 20 في كل ناحيه، تالت واحده هتبقى ب 40 في كل ناحيه، والاخيره ب 60 في كل ناحيه، ودي تبقى اتقل تسخين قبل الوزن الحقيقي. واخر تسخين هي اللي بتعرفك فعلا انت تقدر تخش بالوزن اللي انت تلعب بيه في اتقل مجموعه ولا مش هيقدر. فاحنا هنشوف وان شاء الله نقدر يعني. ارتجي القتل شهيد. طيب سخنا تاني مجموعه، الحمد لله سهله جدا برضو. عايز اقول لك ان انا في الكام اسبوع اللي فات كنت حاسس على طول بشد في القطنيه، بس ابتديت اهتم بالاسترتشات. عموما انا كنت مهتم بيها بس رجعت مهتمش بيها، وقصت شويه على على القطنيه من ناحيه الاجهاد، لان انا كنت ممكن اول الاسابيع اللي فاتت، فحسيت فعلا بالشد فيها بزياده، فكنت محتاج اريح او اهدي شويه تمرين. والحمد لله احنا جينا دلوقتي بنلعب مجموعه واحده بس كسنجل يعني، فمش بنحمل قوي على القطنيه، وعدة واحده. اهم حاجه تبقى انت متابع جسمك وحاسس بجسمك وعارف هو محتاج ايه. مش هقول لك ان احنا على طول ماشيين صح، بس بنحاول على قد ما نقدر. لو لقينا حاجه هتعطلنا او حاجه محتاجين نهدى شويه فيها ممكن نهدى عادي، المهم نقدر نكمل على المدى البعيد. طبعا عشان نبقى عارفين كده من الاول، ده تاني فيديو ليا تقريبا في موضوع الفلوجات، فانا لسه مش متعود قوي على التصوير في الفلوجات، كنت على طول متعود ان انا اعمل شورتس او ان انا اعمل فيديوهات بس بسكريبت على طول. دلوقتي فيديو زي ده مثلا ما اقدرش اعمله سكريبت، ان هو يبقى طويل جدا او كتابته تبقى صعبه، فبحاول على قد ما اقدر اخليه فعلا فيديو حقيقي. هو باقي الفيديوهات كلها حقيقيه بس بسكريبت، لكن دلوقتي فيديو فلوج ما فيهوش سكريبت، الموضوع هيبقى غريب عليا شويه، بس واحده واحده هنتعود ان شاء الله. اهم حاجه ان انا على طول بحاول اقدم محتوى فعلا يفيد، حاجه تكون فيها قيمه مش عبث وخلاص.
فعلى قد ما تقدر او على قد ما انا بقدر بقى ان انا افيدك، وانت على قد ما تقدر حاول تسمع المعلومه فعلا اللي تفيدك. بس المحتوى الهزلي او المحتوى السريع بقى موجود جدا كتير، بقى موجود كتير. لسه متفرج على فيديو الدحيح بتاع تعفن الدماغ. المصطلح ده قال لك ان هو خد خد مصطلح السنه او كلمه السنه او جمله السنه، حاجه زي كده. فهو فعلا مصطلح حقيقي. تعفن الدماغ حاجه حقيقيه، خليك على طول مشتت، خليك على طول مفيش تركيز، مفيش ادراك كويس. فعلى قد ما نقدر احنا للاسف مبقاش عندنا وقت ومبقاش عندنا مجهود ان احنا نتفرج على محتوى طويل، بس فعلا المحتوى الطويل بيبقى مفيد في حاجات، على الاقل يخليك متفقدش تركيزك على طول. طيب هنبدا تاني او هنبدا تالت مجموعه بعد اول مجموعتين تسخين. دي تالت مجموعه تسخين. هنعمل ان شاء الله عدتين 40 و40. ابتديت استعمل الحزام. خليني اخش المجموعه واشرح لك فوائد الحزام سريعا كده. بسم الله. للاسف احنا ما عندناش في الجيم هنا راك سكوات، فبنستعمل السميث. هو ده المفروض راك سكوات، بس هو مدمج في السميث، فهو مش احسن حاجه للباور ليفتنج، بالذات لو بتلعب باوزان تقيله، ان السيفتي فيه مش احسن حاجه. بس يعني قد الغلط عادي، واحده واحده تتعود. برضه ما تتقلش بزياده لو انت مش مطمن، لازم توقف حد ورا رفعه الوزن يعني. او سريعا كده نشرح فوائد الحزام. هو الحزام مش موضوع ان هو بيحمي الظهر وخلاص، هو بيحمي الظهر عن طريق ان هو بيزود الضغط في منطقه الكور. هشرح لك بمثال بسيط، هو اشهر مثال على الموضوع ده موضوع الكان لو انت فاتحها وفاضيه ما فيهاش اي كان المشروب اللي جواها وضغطت عليها، هتتعمل على طول. ليه؟ لان الضغط فيها بقى قليل، هتطبق على طول. لكن لو الكان دي مليانه فمهما تدوس عليها ممكن تقف عليها ما تطبقش. نفس الموضوع في جسمنا، المنطقه دي هنا لو الضغط فيها قليل بتبقى ضعيفه، لو الهواء فيها قليل بتبقى ضعيفه. فالحزام بيساعد ان انت تزود الضغط في المنطقه دي. حتى وانا لابس حزام تلاقي المنطقه دي بتزيد كده لقدام بسبب عامل الهواء اللي انا بحطه جواها. دي المجموعه الرابعه، 4 مجاميع تسخين، وده الطبيعي جدا في الباور ليفتنج. يعني انت ممكن تسخن 5 6 مجاميع عادي اصلا، بس عشان الوقت يبقى هسخن 4 بس، منهم اللي هي اللي بالوزن الفاضي يعتبر. خلينا نستعمل الاستراب ده علشان يحمي الركبه شويه. هو مش احسن حاجه ان انت تستعمله على طول، علشان موضوع ان هو بيشيل الحمل مع الاوتار، فده بيضعف الاوتار بالوقت. فانا ممكن استعمله في اخر مجموعه تسخين اللي هي تقيله، وفي مجموعه الشغل العاديه لو وزن تقيل. في اول سايكل مش بستعمله. يعني المجموعه دي تعتبر تقيله فعلا، هي 60 و60. في اول السايكل بلعبها كمجموعه اساسيه، بس دلوقتي احنا في اخر السايكل فيها تسخين بالنسبه لي. لا الكوتش برضه، عشان الكوتش ده مش كوتش سكوات، مش فلات على الارض، ف بيخليني مايل لقدام شويه. الحمد لله جت سهله جدا، بس محتاج يعني ساعات لما بلعب بوزن تقيل كده بحس ان انا ما بنزلش كويس، محتاج ارجع النزله. لو نزلت بيها كويس فانا معناه ان ال70 جايه ان شاء الله سهله. أرقب الفجر المنير سأحك الدنايا صيحتي يوم النفير أن مولانا أسامة شيخنا. طيب انا الحمد لله كده خلصت اتقل وزن 70 و70. ده كان اتقل وزن في السايكل من ناحيه السكوات. لسه ان شاء الله عندي بقى ديد ليفت المره الجايه 80 و80، دي برضو اتقل حاجه في السايكل قبل الديروت. كده كنا خلصت اخر مجموعه هنا. نبدا بقى الدراع، 4 اشكال، شكل تراي، شكل باي، شكل تراي، شكل باي بس، وساعد دروب 6 في الاخر تبقى اخر حاجه. واحد لوحدك سايب 2 متقلقش 3 نبطش ببعض 4
5. عاش. بس احسن. كام دي؟ 30. 5. حلو. ايه ده؟ ان شاء الله. لعبت بقى حلو قوي. طيب خلينا نسخن. 20 عدى. برضه هبدا اسخن تاني في الباي واسخن في التراي واسخن في الباي تاني. مش عارف انا كام دلوقتي بس هعد 20 عدى تقريبا مثلا. طيب ورا بعض على طول، لان برضه هنلاقي 80 ساعه فيدوبك من 5 ل 6. نحاول ننجز على قد ما نقدر عشان ما نتاخرش. كده 10 تقريبا. بس كده هكون سخنت. اتقل مجموعه تبقى وزن 45، كنت بجيب بيها 4 عدات، هحاول اجيب 5 ان شاء الله. بسم الله. بس 4 كفايه كويس، مفيهاش 5 اصلا. انا حاسس ان المفروض انزل دي سنه لان كتفي يبقى مرتاح اكتر كده. انا بلعب مجموعتين تراي، شكل مجموعتين وشكل 3. برضه الباي نفس الموضوع، شكل مجموعتين وشكل 3. ده راجع لان انا بحسب الفوليوم بتاع التمرين بتاع الاسبوع كله. الفوليوم بتاع الاسبوع كله مش التمرين لوحدها. فكده في التمرينه دي واخد 5 باي و5 مجاميع تراي. خلينا اسخن سريعا يعني. لا طبعا مسخن كويس بس تاني يعني مش بحب احط البنش ورا بزياده، او ان انا ابقى نايم ببقى قاعد كده احسن. هو بس انت محتاج كوعك يبقى وراك وتحافظ على كوعك وراك، لكن مش محتاج تعمل كل الاسترتش اللي ورا قوي ده. بعمله بس على الكابلات احسن، مش بحب اخاطر العبه بدمبل يعني. دي فروق فرديه، مش لازم تبقى تمشي على نفس اللي بقوله، بس دي حاجه انا بحسها. 10 عدات او 12. فترة الضمان؟ لا استبدال او استرجاع. لا 14 يوم. تمام. بس انا هكلمك على الواتساب. بس 11 عدة كويسين يعني. اخر عدة ما جاتش كويسة قوي بس تعتبر 11. رايح دقيقتين اخش المجموعة التانية. هنا هلعب 3 مجاميع نفس الوزن، 3 مجاميع، لان كده لما بتعب غصب عني العدات بتقل. ممكن التانية اجيب 8 او 9. برضه انا ببقى مسجل كل حاجة في برنامج بستعمله اسمه هيفي، بسجل في كل التمارين اللي انا بستعملها او كل التمارين اللي انا بعملها بالاوزان بالعدات بوقت الراحة. بس دي اهم حاجة اصلا، ان انت تسجل تمرينتك وتسجل اوزانك وعداتك. داخل يا كوتش؟ داخل؟ طب خش. طيب سريعا كده لان جالي حد امرنه، فمش عارف ان شاء الله هحاول اكمل الفلوج على قد ما اقدر، بس ممكن اخد مجموعه مثلا من كل تمرين. عموما دي تاني مجموعه، نجيب 8 او 9 ان شاء الله. بس هما مش المفروض على عضلات. 6 عدات كده او 5. اوفر هيد بس سنجل. ده من اكتر التمارين اللي بحبها عموما، بحب اتمرنها على طول في السايكل وما بغيروش. المجموعة دي جت تقيلة جدا مش عارف ليه، بس ممكن عشان مستعجل دلوقتي، فهي جت عدتين بس، أسوأ عدتين عملتهم في حياتي. يلا التانية وخلاص. طيب المجموعة اللي فاتت دي كانت وحشة جدا، بس تقريبا أنا عرفت السبب، لأن غالبا الكابلات دي أتقل من اللي أنا بتمرن عليها. أنا بتمرن الناحية التانية مش على هنا، فكان الوزن تقيل أوفر يعني. اللي جاية هلعبها ب 30 برضه، المفروض أجيب بيها 8 هناك، ممكن أجيب هنا 6 ولا 5. كده تبقى هي. طيب أنا لسه ما ريحتش، استنى شوية. أنا خلاص بحاول أخلص على طول ورا بعض عشان ننجز. معايا 2، ما بحبش أتمرن وأنا بمرن حد، تبقى حاجة وحشة ليا واللي بمرنه في نفس الوقت.
وصلنا في الاخر. بسم الله. 1 بس 4 برضه مش احسن حاجه، وحشه جدا. طيب للاسف كده انا ما عرفتش اكمل التمرينه لان جالي شغل، فحاليا انا قاعد باكل. مرنت ناس وخلصت معاهم التمارين وكده، وبس لسه هشرح انا اتمرنت ايه بالليل يعني شويه كده، واشرح التمرينتين اللي كانوا فاضلين. طيب احنا خدنا الصبح بقيه التمرينه، وناقصنا دلوقتي نكمل بقيه التمرينه. بس دي كانت التمرينه. لو عجبكم اعملوا سبسكرايب ولايك واستنوا الفيديو اللي جاي. 24 ساعة في الجيم بدون مكملات الحمد لله.